فاللهم أعنا على أنفسنا، واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا مولانا بفضلك عمن سواك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. زمان كانت الناس بتعبد أصنام كتيرة، كل قبيلة كان لها صنم تعبده، يروح صنم ويجي صنم تاني. الأديان نزلت علشان تنظف عقول الناس وتفهمهم إن الأصنام دي اللي بيعبدوها دي لا بتنفع ولا بتضر، يعني زي قلتها، بالعكس عدمها أحسن من وجودها. سيدنا إبراهيم لما دخل المعبد وكسر الأصنام ساب صنم واحد وعلق في رقبته الفاس اللي كسر بيه بقية الأصنام. جم قومه لقوا الآلهة بتاعتهم مدشدشة ما عدا صنم واحد. مين اللي عمل كده؟ افتكروا سيدنا إبراهيم، استدعوه وفتحوا له محضر تحقيق وسألوه مين اللي عمل كده؟ قال لهم ما تسألوهم هم. قالوا له يا إبراهيم انت عارف ان الآلهة دي لا بتسمع ولا بترد. قال لهم حد يعبد آلهة لا بتسمع ولا بترد؟ آلهة خرصة وطرشة؟ قوم سيدنا إبراهيم بصوا لقوا كبير الآلهة معلق في رقبته الفاس وهو الوحيد اللي ما اتكسرش. بصوا لسيدنا إبراهيم وبصوا للصنم اللي فاضل ورجعوا يسألوا سيدنا إبراهيم مين اللي عمل كده في آلهتنا؟ سيدنا إبراهيم قال لهم جايز كبيرهم، ما تسألوه، الفاس معلق في رقبته، جايز يكون قام على بقية الأصنام كسرها. قالوا له يا إبراهيم ما تسخرش مننا، كبير الآلهة ده لا يقدر يتحرك من مكانه ولا يقدر يمسك فاس ولا يقدر يكسر حاجة. قال لهم حد يعبد إله لا يقدر يتحرك من مكانه ولا يقدر ينفع ولا يقدر يضر؟ عبادة الأصنام انتهت تقريبا من العالم، ما عادش فيه غير قبائل قليلة قوي هي اللي لسه بتعمل أصنام وتعبدها، لكن في صنم واحد لسه مستعصي على الهدم، لسه عايش رغم ان الدنيا اتطورت واتقدمت. صنم اسمه الفلوس، اسمه الذهب. الصنم ده لسه معبود عند ناس كتيرة، لسه ما وقعش، لسه موجود فتنة للناس واختبار ليهم. في ناس كتيرة قوي مستعدة تعمل اي حاجة علشان تحصل على الفلوس. 90% من جرائم القتل والسرقة والاختلاس هدفها الفلوس وسببها الفلوس. 90% من الفساد الموجود في الأرض سبب الرغبة في الحصول على الفلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور وكل حاجة حلوة. يومكم وحياتكم وكل عمركم يكون جميل وهادي كده ولونه جميل كده، لون الزرع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. حياتكم كلها تكون خضار في خضار. النهارده جايه اقول لكم معلومه حلوه قوي، ما حبيتش ان انا ابخل عليكم بيها. بصوا، انا بجيب الخضره سواء هتعمليها بقى للمحشي، هتعمليها للممبار، هتقطعيها على سلطه. بصوا حتى لو هتقطعوها على سلطه، بصوا الخضره بتكون فريش وبيكون لونها اخضر وشكلها بيكون عامل ازاي، بجد بجد روعه. عايزه اقول لكم ان انا بجيب الخضره بغسلها كويس قوي اهو، ده كده شبت وبقدونس وكزبره مع بعض، بغسلهم كويس قوي، بسيبهم يتصفوا وبعد كده بنشفهم، يعني بحطهم على فوطه او على قطعه من القماش وبعد كده بشيلهم. بصوا على هيئه حزم كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بصوا انا طلعتها من الفريزر اهو زي ما انتوا شايفين، وبعمل ايه؟ بخرطها عادي خالص زي ما بخرط الخضره. عايزه تضربيها في الكبه اضربيها، بس انا بصراحه بحب الحاجات اللي هي بتكون متخرطه علشان بتدي ريحه كده وطعم يعني مميز. بحب الحاجات اللي هي الطبيعيه، يعني لو هتعمليها في الكبه فبتبقى ناعمه جدا كده، ما بتبقاش باينه في الاكل اللي انت بتعمليه، وبتقعد معاكي الخضره من السنه للسنه. شايفين؟ بصوا الخضار بتاعها زي ما هو
وجميلة. تطلعيها في اي وقت، تخزني الخضرة بالطريقة دي على هيئة ورق، ولا تسلقي ولا تقطعي ولا تعملي. ولما هتيجي تقطعيها طبعا عشان هي بتكون متماسكة فبتبقى سهل جدا في تقطيعها. عايزة تخرطيها وتشيليها متخرطة مفيش اي مشكلة، بس انا بحب الطريقة دي علشان بتكون سهلة، وانا بخرطها كده بتطلع الريحة بتاعتها وبتبقى كأنها بالظبط لسه انت جايباها دلوقتي. عايزة اقول لكم جميلة. اعملوا الطريقة دي من الخضرة اهو. بصوا الخضرة كأنها، بصوا بحطها كمان في اكياس كده اهي، شايفين اكياس اللي هي بتاعة التلاجة اهو، بتبقى كأنها لسه جاية. بعبي كده شوية بشوية، يعني حزمة بحزمة كده. انا بعد ما بغسلها كويس قوي بقسمها بحيث ان انا يكون عندي حزم كبيرة كده وحزم صغيرة. حزم كبيرة اهي زي اللي انتوا شايفينها كده، وفي حزم صغيرة كده علشان خاطر لو عوزتها مثلا عايزة اعمل شوية سلطة وهافف عليا كده ان انا احط خضرة على السلطة. وطبعا السلطة ما تحلاش من غير الخضرة اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعبيها وبتكون جميلة معايا وبتكون فريش وبتقعد معاكي بالسنة للسنة. مفيش حد يجيب لك خضرة، مفيش حد عايزة تعملي حاجة في نص الليل، عايزة تعملي حاجة بدري ومش قادرة تنزلي، بجد بجد بتكون جميلة جدا. والحاجات اللي بتتخزن وتتحط في البيت دي بتبقى خير ونعمة من عند ربنا ومن عند رب العالمين. عايزة اقول لكم جميلة جميلة جميلة. بصوا لونها كمان ما بيغيرش ابدا. الورق بصوا زي ما هو اهو، حلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وما تنسونيش في التعليقات تقولوا لي رايكم ايه. واتمنى كمان الشير للفيديو وللفيديوهات بتاعتي كلها، وكمان الاشتراك في القناه. نعمل سبسكرايب اللي عنده سبسكرايب، او اشتراك اللي هيعمل كلمه اشتراك، وندوس على جرس الكل، وكمان نحط لايك وشير كتير كتير كتير. دمتم في امان الله، ربنا يسعدكم جميعا. اللهم يا رب أعنا ووفقنا إلى حسن الاختيار، وإن كنا قد اخترنا بأقدارك فأنزل اللهم السكينة والسعادة على بيوتنا، وبارك لنا في القليل والكثير يا واسع العطاء. مأساة البعض في هذه الحياة أنهم يتزوجون ولا يحبون، يتكاثرون ولا يربون، يعملون ولا يتقنون، يقولون ولا يصدقون، يقرؤون ولا يفهمون، وإن فهموا لا يفعلون. مأساة البعض في هذه الحياة أنهم يسمعون أكثر مما يرون، يواجهون بالحقائق ولا يقتنعون، يحقدون أكثر مما